ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أحمد الله إليكم وأصلي على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه العبادة العظيمة الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله تعالى. نحر الأضاحي من أجل القربات والعبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله يوم النحر، شكرا له سبحانه على نعمه الكثيرة، وإحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه السلام لما فداه الله بذبح عظيم. فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وبعضهم قال بالوجوب وهو مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فلا ينبغي لمؤمن قادر أن يتركها. يشترط للأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الإبل، البقر، الغنم، ذكرا وأنثى، ولا تصح الأضحية بالغزلان والأرانب والطيور ونحوها. والأفضل من الأضاحي جنسا عند جمهور العلماء الإبل، ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن، ثم المعز. والأفضل من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت تأدى الشعار والسنة عن جميعهم، ولا يجزئ الاشتراك في الغنم. تجزئ البدنة عن 7، وتجزئ البقرة عن 7، ولا يزيدون، سواء كان كلهم أهل بيت واحد أو متفرقين، أو بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة، جاز أيضا. وسواء كانت أضحية منذورة أو تطوعا يجوز الاشتراك. ويجوز أن يشترك أقل من 7 في بقرة، كأن يشترك 2 مثلا، ويأخذ أحدهم 7 مثلا والباقي للثاني مثلا. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل، والمعتر الذي يعتريك ويلم بك لتعطيه. وفي الحديث: كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. كلوا وأطعموا وادخروا. هذه الأوامر على الندب لا على الوجوب، ولا يلزم أن يكون التوزيع 3 أثلاث بالتساوي. فلو أكل ربعها وأهدى وتصدق بالباقي فلا بأس، ولو أكل نصفها وتصدق بالنصف فلا بأس. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها ولو زاد، لأن شعيرة من شعائر الله، والذبح توحيدا لله على اسمه مقصود لذاته، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي ولا الجلود ولا الأصواف والشعر، لكن لا بأس من الانتفاع بجلدها أو الصدقة به. ولا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجرة على الذبح أو السلخ، لكن يجوز إعطاءه على سبيل الصدقة إن كان فقيرا، أو الهدية. وكذلك الأقارب والأصدقاء يعطون، الإخوان. والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء، وتشرع عن الأموات بالتبع، فيضحي الرجل عن نفسه وأهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات، ويضحي عن الميت تنفيذا لوصيته كذلك أو عملا بوقفه. ويشترط للأضحية أن تبلغ السن المحدد لها شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. المسنة الثني فما فوقها. فمن الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في 6، ومن البقر ما تم له 2 ودخل في 3، ومن الغنم ما تم له 1 ودخل في 2. هذا الثني.
وأما الضأن فيجوز أن يذبح منها الجذع وهو ما له 6 أشهر ودخل في السابع، وتكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا وهو من بعد صلاة العيد، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فأيام النحر 4، يوم العيد و3 أيام بعده، والتبكير بالذبح أفضل، وفي النهار أفضل من الليل، ويجوز ليلا ونهارا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. رواه البخاري ومسلم. ثم تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء، لأنها قربة إلى الله، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. والعيوب قد جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها يعني عرجها، والكسيرة التي لا تنقي الهزيلة التي لا تقوم من الهزال. فهذه العيوب 4 إذا وجد أحدها في الأضحية لا تجزئ باتفاق العلماء، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجوز التضحية بالعمياء وما أصابها سبب الموت كالمنخنقة والمتردية والنطيحة ونحوها، والعاجزة عن المشي لعاهة، ومقطوعة أحد اليدين أو الرجلين، مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. وعلى هذا في المرض الخفيف لا يضر، والعرج الخفيف لا يضر، والهزال الخفيف يجوز التضحية بها. ما الحكم إن طرأ العيب على الأضحية؟ كأن يشتري المضحي الأضحية سليمة ثم يطرأ عليها العيب، تقع فتنكسر مثلا. في هذا تفصيل: إن اشترى الأضحية وعينها وكان هذا العيب من غير تفريط منه يذبحها وتجزي عنه في قول الجمهور، وإن كان العيب بتفريط منه فعليه بدلها. وقد جاء عند البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أتي في هداياه بناقة عوراء، فقال: إن كان أصابها بعدما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها. إسناد صحيح. أما إن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كالمنذورة أو كهدي التمتع فيجب عليه بدلها. ويشترط في الأضحية أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بالمغصوب والمسروق والمأخوذ بالدعوة الباطلة. وكذلك تصح تضحية ولي اليتيم لليتيم من مال اليتيم إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وكذلك تصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، ويشترط أن لا يتعلق بها حق للغير، تكون مرهونة أو شراكة. وآداب الذبح أن يسوق الأضحية إلى محل الذبح سوقا جميلا لا عنيفا. ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يسحب شاة برجله يذبحها فقال: ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا. وأن يحد السكين قبل الذبح يريح الحيوان، لا يذبح واحدة بحضرة الأخرى. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل لما رآه يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال: أفلا قبل هذا أو تريد أن تميتها موتتين؟ وتضجع الغنم والبقر في الذبح، لا تذبح وهي قائمة ولا باركة، بل يضجع على الجانب الأيسر أسهل في الذبح، يمسك السكين باليمين إن أمكن ورأسها بالشمال. والإبل السنة أن تنحر قائمة على 3 قوائم معقولة الركبة اليسرى، ويتولى المضحي الذبح بنفسه إن كان يحسنه ويستقبل القبلة، والنية لا بد منها لأن الضحية عبادة، وإن وكل غيره بالذبح فلا مانع. يسمي ويكبر ويدعو بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا عني. وإن كان يذبح أضحية غيره قال: هذا عن فلان، اللهم تقبل من فلان وآل فلان. وليحذر من غش التجار، ويتحرى ويختار معه خبيرا لكي يشتريها. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يجعلنا من الموحدين إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير.